السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ لما بتعمل قناه على اليوتيوب لاول مره بيكون عدد المشتركين على اليوتيوب محبط جدا. من اول فيديو فبتنتظر تاني فيديو، تالت فيديو، عاشر فيديو، فبتفضل منتظر. فين يا جماعه المشتركين؟ مفيش ولا مشترك. طب فين المشاهدات؟ برضه مفيش. طب حتى التعليقات برضه مفيش، كأنك على اليوتيوب لوحدك، مفيش حد خالص غيرك انت. ان شاء الله في الفيديو هساعدك ب 12 نصيحة يا رب تعملهم لو اتبعتهم وما سرحتش الفيديو. وعايزك تكمل الفيديو للآخر، وان شاء الله هيكون عندك الألف مشترك. حتى لو انت مبتدئ من فترة وعندك مشتركين كتير، ان شاء الله العدد بتاعك هيزيد وهيتضاعف. ويا ريت تشوف الفيديو للنهاية عشان لو في حاجة قلتها من ال 12 دول ما تروحش عليك. وعايزك تكتب الملاحظات دي عشان ممكن يكون حاجة ما بين السطور تكون واقعة منك. عايزك تعرف ال 12 نصيحة عشان ممكن يكون فيهم نصيحة انت ممكن تكون مستفاد منها. وقبل ما نخش في النصايح، عايز اعرف عندك كام مشترك، واكتب لي في التعليقات. ولما تعمل ال 12 نصيحة دول برضو اكتب لي في التعليقات انت عملت، قناتك وصلت لفين. ويلا بينا نبدأ الفيديو. النصيحة رقم واحد: لا تشتري مشتركين ولا تقوم بعمل تبادل. انت كده بتدمر قناتك. هتقابل ناس بتقول لك شاركني واشاركك. طب هو انت دلوقتي لو جيت رفعت فيديو هو مش هيشوف، وهو مش مقتنع ان انت موجود اصلا عنده على الصفحة بتاعتك. المشتركين هم بيبقوا داخلين ان هم عايزين يزودوا عدد المشتركين عندهم. انت دلوقتي لما بتيجي ترفع فيديو فبيروح الاقتراحات عند اللي انت عملت له تبادل، فهو مش فاضي ان هو يتفرج عليك. كده انت بتدمر قناتك. لو قناتك فيها مشتركين حقيقيين، اول ما بترفع الفيديو بيجي لهم الاشعار. طبعا بيخشوا يتفرجوا لان هم بيكونوا متابعينك. دول مشتركين حقيقيين مش مشتركين اللي هو التبادل. وطبعا ده بيدي انطباع لليوتيوب ان محتواك غير جيد، لان الشخص اللي انت عملت معاه الاشتراكات دخلش على الفيديوهات بتاعتك، فانت بالتالي بتموت الفيديو بتاعك. رقم اتنين: تخصص. لازم يكون عندك موضوع تتكلم فيه. ما ينفعش تتنوع في الفيديوهات، يعني النهارده انا برفع فيديو تعليم، بكره عن الطبخ، بكره عن الكوره. لا، انت لازم تتنوع في فيديوهاتك. لازم يكون الفيديوهات اللي انت بتعملها لو كل يوم تعليم، يبقى انت بتتنوع في المحتوى بتاعك تعليم. ما يبقاش النهارده تعليم وبكره كوره. انت كده بتخلي خوارزمية اليوتيوب تدمر القناه عندك. واللي انت بتعمله ده كله غلط. طبعا اللي بيخش يشترك على القناة عندك بيبقى داخل علشان حب حاجة، فعايز يعرف أفكارها من خلالك انت. مش لما تيجي ترفع فيديو النهاردة يلاقيك بتتكلم عن التعليم، بكرة يلاقيك بتتكلم عن الكورة. كده انت بتعمل حاجات غلط في خوارزمة اليوتيوب، بتضعف قناتك خالص. والمشتركين طبعا، لو انا اشتركت في قناتك بسبب حاجة معينة، لو جيت تاني مرة لقيتك رافع حاجة غير اللي انا كنت بتفرج عليها وبتعلمها منك، طبعا هلغي الاشتراك. رقم ثلاثة: تنسيق الصفحة الرئيسية للقناة. اعمل فيديوهات تدعي فيها المشتركين الجداد. الفيديو بيكون موجود عندك على أول الصفحة من بره، لو أي حد دخل يشوف الفيديوهات بتاعتك، فعرف الناس إن أنت يعني اعمل فيديو دقيقتين أو 3 دقايق بتقول لهم فيهم أنا بتكلم عن كذا وكذا وكذا، وترحب بيهم طبعا. ده الفيديو بيكون موجود عندك على الصفحة من بره. رقم أربعة: إنك تكتب وصف يعبر عن محتوى قناتك. تعمل أول حاجة اسمك، بعد كده بتكتب قناة فلان الفلاني، بعد كده بتعمل نبذة عن المحتوى اللي أنت بتقدمه. وكمان بتكتب أهم المصطلحات بتاعتك. والموضوع ده بيبقى ليه فايدتين: أول فايدة إن قناتك بتظهر في نتائج البحث. تاني حاجة، في ناس كتير بتخش على الوصف بتاعك عشان تعرف أنت بتتكلم عن إيه. لو لقوا القناة بتاعتك أنت منظمها، في ناس كتير قوي هتشترك في القناة. النصيحة رقم خمسة: لازم تعمل جدول زمني للنشر لفيديوهاتك على القناة. وما ينفعش تنشر بشكل عشوائي، يعني ما ينفعش الساعة واحدة الظهر فيديو، بعديها بساعتين فيديو، بعديها بساعتين فيديو، بعديها بساعتين فيديو. لا، نظم. خليك كل يوم على الساعة 4 أو 5 المغرب ارفع فيديو، أو كل يومين حسب ما يكون أنت عندك وقت، أو حسب ما يكون. طبعا كلنا بيبقى عندنا ضغوطات فمش هينفع. في ناس مش هينفع كل يوم ترفع فيديو، كل يوم ترفع فيديو. لا، خليها يوم ويوم، خليها كل 3 أيام بس. خليك منظم القناة علشان خوارزمية اليوتيوب تعرف إن أنت بشكل مستمر شغال في القناة، فبتبتدي تقترح فيديوهاتك لناس تانية. طالما أنت مستمر على القناة، هو اليوتيوب بيحب الناس اللي بتستمر، ما بيحبش اللي بيجي يرفع فيديو وكمان شهرين 3 أرجع أرفع فيديو تاني. كده أنت شغال غلط.
النصيحة رقم 6: وضع علامة الاشتراك في صفحة المشاهدة الخاصة بالفيديو، دي بتزود من فرصة الاشتراك المشاهد للقناة، ده طبعا لو بيشوف القناة لأول مرة بيعمل اشتراك. النصيحة رقم 7: اطلب من المشاهدين الاشتراك في القناة ولكن في الوقت المناسب. على فكرة اليوتيوب بيوصي دايما بكده، ومش عيب انك تطلب الاشتراك. ممكن يكون واحد بيتفرج على الفيديو، اول ما تقول له اشترك في القناة فعلا ايده تقوم رايحة على زرار الاشتراك، طالما انت نبهته لحاجة زي كده، لان اللي بيخش على الفيديو بيبقى عايز ياخد النصيحة بتاعته ويخرج على طول. فممكن لما تقول له انا عايزك تشترك في القناة عشان تشوف كل جديد، طالما انت بتقدم محتوى وهو واصل له المحتوى دوت صح، فطبعا بالتالي بيدوس على الاشتراك عشان كل ما تيجي ترفع فيديو بيتابعك اول باول. النصيحة رقم 8: تحسين فيديوهاتك لمحرك البحث. تتعلم السيو اليوتيوب علشان لما حد يجي يبحث عن حاجة تكون انت في اول نتائج البحث، طبعا في جوجل او في اليوتيوب. ولازما وانت بترفع الفيديو بتاعك يكون الوصف على جزئين: اول جزء انت بتشرح فيه الفيديو بتاعك، تاني جزء الوصف طبعا، ده اللي انت بتكتب فيه الكلمات المفتاحية بتاعتك او بتكتب فيه الهاشتاجات. طبعا لو انت عملت كده السيو بتاعك على الجوجل وعلى اليوتيوب هيكون عليه بحث عالي جدا، وفيديوهاتك تقترح لكل الناس. بعد ما تتعب على الفيديو وبتتعب على الوصف وتتعب على الكلمات المفتاحية، تعمل صورة ضايعة خالص لما محدش فينا يدوس على الصورة عشان الصورة اللي انت عاملها غلط، فالفيديو بتاعك محدش هيخش عليه، طبعا انت كده بتوقع الفيديو كله. لكن الصورة المصغرة لما بتعملها بشكل احترافي، انت كده بتخلي المشاهد اول ما يبص على الصورة بتاعتك من بره طبعا هيدوس عليها. النصيحة بقى رقم 11: تابع احصائيات قناتك واحتفاظ بالجمهور واهم فيديوهات قناتك. ادخل على فيديوهاتك فيديو فيديو وشوف هل الجمهور بيكمل الفيديو لحد 3 دقايق 4 دقايق 6 دقايق حسب ما انت رافع الفيديو، ولا الجمهور بيجي عند حاجة معينة وبيخرج. وعايزك تعرف كمان في قناتك هما بيخرجوا عند الدقيقة كام. وعايزك تركز على الحاجات المهمة اللي انت عاملها في الفيديو ان الجمهور بيعيدها، وحاول تاخدها بصيغة تانية. لو الفيديوهات بتاعتك كسرت المشاهدات، خدها واعملها بطريقة تانية برضو تزود مشاهداتك، وبتحتفل طبعا بالجمهور وبتشوف ايه الغلط اللي انت عامله وبتحاول تعدل غلطك في الفيديوهات اللي جاية. اختار اخر 90 يوم وابدأ شوف في القناة بتاعتك اهم المحتوى اللي انت عامله، وشوف انهي محتوى انت عامله جايب مشاهدات كتيرة جدا، وحاول تاخد المحتوى دوت وتعمله بصيغة تانية. ب... طبعا انت بكلامك انت وكل حاجة، بس تعمله بصيغة تانية وترفعه، ده بيزود مشاهدات كتير كده. بيثبت للجمهور اللي عندك ان انت بتنوع الفيديوهات فبترفعها بشكل غير التاني. يعني انت بتعمله هو نفس المواضيع ونفس كل حاجة، بس طبعا بتغير شوية تكات كده في الفيديو، وده بيزود برضه مشاهداتك. النصيحة رقم 12: اعمل تسويق لقناتك في كل السوشيال ميديا بتاعتك. يعني تعمل تسويق الفيديوهات بتاعتك اللي بترفعها على الفيس او على اليوتيوب او على برنامج التيك توك. طبعا انت كده بتسوق للقنوات بتاعتك، فده بشكل مستمر. لما بتيجي ترفع فيديو هنا او هنا او هنا، بيجي في وقت من الاوقات ممكن التيك توك تبص تلاقي الفيديو بتاعك عدى، ما عداش على اليوتيوب، عدى على الفيس. كده انت بترفع الفيديوهات هنا وهنا وهنا. اللي هيجي يقول لك انت الفيديو اللي بيترفع على الفيس ما ينفعش يترفع على اليوتيوب، لا بيترفع عادي طالما انت عامله حصري، بيترفع. ما فيش حاجه اسمها محتوى معاد او انا حاجات انا بعملها بايدي، طبعا برفعها هنا برفعها هنا برفعها هنا. هيجي في وقت من الاوقات هتبص تلاقي فيديو من اللي انت رافعه في في كذا منصة ضرب معاك، طالما انت مستمر بشكل منتظم. ولو انت جمعت النصائح دي كلها وجمعتها وعملت الفيديو الجاي ان شاء الله وظبطت ال 12 نصيحة دول، ان شاء الله هيجي لك ال 1000 مشترك واكتر من 1000 مشترك، وقناتك هتبقى في الطالع دايما، في الطالع طالما انت ظبطت ال 12 ال 12 مشكلة اللي انا قلت لك عليهم دول. عايزك تستمر في القناة وتنتظم. كل ما تستمر في القناة وتنتظم، والانتظام دوت يا جماعة بيخلي خوارزمية اليوتيوب بتقول اللي انت جد داخل اليوتيوب دوت جد ما بتهزرش، فبترفع فيديوهاتك مع طبعا الصورة المصغرة اللي انت بتعملها مع ال 12 نصيحة اللي انا قلت لك عليهم دول كلهم. لو طبقتهم صح ارفع ومالكش دعوة بأي حاجة بعد كده، مشاهدات والمشتركين بتاعتك ان شاء الله هتكون
في حتة تانية. يعني انت دلوقتي بتتكلم في 5 6 مشاهدة، لا انت كده بعد كده هتتكلم في 50 و70 و80 ألف مشاهدة. اعمل بس الخطوات دي، ويا ريت ما تنساش تعمل الاشتراك، الجرس. وشكرا جدا ليك.